وماذا كان هؤلاء يقومون بأعمال حتى استحقوا هذا المقام وهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال سبحانه: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أول صفة لهؤلاء صفة التقوى، والتقوى باختصار هو اجتناب ما يحرمه الله ورسوله وفعل ما يأمر الله به ورسوله، أي ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فالتقوى هي الابتعاد عن كل ما يحرمه الله وما تحرمه السنة النبوية الشريفة، والأخذ والائتمار بما أمر الله به وبما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه النبوية الشريفة وفي سيرته العطرة. والتقوى كما عرفها أهل اللغة وكما عرفها الصحابة الكرام، وهم أبناء هذه اللغة وهم أصل هذه اللغة. قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه أتى أبي رضي الله تعالى عنه فسأله: ما التقوى؟ فقال له أبي: عمر ابن الخطاب الخليفة الفاروق الثاني يسأل صحابيا. وهذا أمر طبيعي أيها الإخوة، يعني العلم الله عز وجل في القرآن الكريم قال: وقل رب زدني علما. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى الناس في العلم درجات. حين يسأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أخاه في الإسلام الصحابي أبي رضي الله تعالى عنه، فليس هذا انتقاص من مقام عمر رضي الله تعالى عنه، وليس هو أيضا من باب الجهل، ولكن الإنسان في هذه الحياة دائما يحتاج إلى من يزيده علما. فأبي رضي الله تعالى عنه قال له: التقوى. ما معنى التقوى؟ سأل عمر. قال: أرأيت لو أنك سرت في طريق فيه شوك وحجارة، ألا تتنحى وتبتعد عن هذا الشوك وهذه الحجارة وأنت في طريقك؟ قال عمر رضي الله عنه: نعم. قال: فهذه هي التقوى. إذن حين يبتعد الإنسان عن الحجارة والأشواك يقي نفسه من الأخطار ويجعل نفسه في سلامة. وحين يقي الإنسان نفسه من كل ما حرمه الله وكل ما دعانا إلى تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو لمصلحة الإنسان، لسعادة الإنسان، لفائدة الإنسان، كائنا من كان هذا الإنسان. يعني حين يحرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة، أليس هناك في العالم كله من المختبرات وأصحاب البحوث والعلوم من يحرم أكل الميتة؟ إذا هذا كل المحرمات في الإسلام يتفق معها العلم ويتفق معها العقل السليم. لذلك التقوى هي اجتناب والابتعاد عن كل ما حرمه الله وكل ما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعه من أجل مصلحته. إذا هذا معنى التقوى. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كل شيء له ثمن. أنا حين ثواب ما هو جنات النعيم، لكن هؤلاء المتقين ماذا كان هؤلاء يفعلون حتى يعطيهم الله جنات النعيم؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في حياتهم في مقام الإحسان. ما هو مقام الإحسان؟ مقام الإحسان الإجادة والإتقان،
يتقنونها، يتمون ركوعها، سجودها، القيام، يؤدون هذه العبادة على أحسن وجه، فيها الخشوع كما فيها أداء الأركان بتمامها. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، في صلاتهم محسنين، في معاملاتهم المادية محسنين مجيدين، في علاقاتهم مع أهلهم وأرحامهم محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر الله سبحانه 3 صفات من إحسانهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار قبل الفجر يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الصفة الثالثة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا من صفات المتقين المحسنين في عباداتهم وحياتهم أنهم كانوا في الليل يجعلون وقتا للقائهم مع الله، انطلاقا من قوله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار قبل الفجر يستيقظون فيستغفرون مما وقعوا به من الذنوب والآثام. فإذا طلعت الشمس وخرج كل منهم إلى عمله واكتسب مالا حلالا، كان يجعل من هذا المال للسائل والمحروم، لأن الله جعل في هذا المال حق لهؤلاء الناس. ومن يؤدي حق الله في ماله للسائل والمحروم يحفظ الله له ماله، ويحفظ الله له صحته، ويحفظ الله له دينه، ويحفظ الله له إيمانه، ويحفظ الله له لقاءه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Le cheikh nous a deux phrases. Le cheikh nous a versé dans l'explication de la première ayat qu'il a dirigée salement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: pour ceux qui craignent Allah, sont les plus pieux, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le paradis de Naïm. Naïm, c'est tout ce qui est vertueux. Et il a dit, mais avant cela, avant qu'il ne soit taqwa, il nous a expliqué le taqwa en disant: Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il demande à un sahabi, Ubay, il lui dit: c'est quoi le taqwa? Et c'est pas parce qu'il voulait le regarder d'un œil d'infériorité. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Seigneur, donne-moi davantage de savoir. Allahumma zidni ilma. Et ce sahabi explique à Omar, et lui dit: At-taqwa, c'est lorsque tu prends la route et tu trouves des grands cailloux et des épines sur ta route. Est-ce que tu ne les enlèves pas avant de traverser la route? Et c'est cela le taqwa. C'est-à-dire de t'éloigner de tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'éviter dans notre chemin. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de l'éviter et ce que le sunnah de Rasul nous demande d'éviter. Et Cheikh, dans la soirée, il dit: et qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils étaient bienfaiteurs.
Ils étaient, avant qu'ils ne soient pieux, ils sont muhsinin. Et il continue à dire d'autres qualités. Il ne dormait pas beaucoup la nuit. Et alors, juste avant la prière de Fajr, ils étaient en train d'invoquer Dieu. Ils avaient rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala juste avant le Fajr. Mais en même temps, ils avaient une partie de leur argent. Il y avait une promotion, une partie pour As-Sa'ir, le mondial, et celui qui est privé de nourriture, privé de lumière. Et lorsque tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala prépare ta présence le jour du jugement dernier, où ni l'argent, ni aucune chose ne peut être bénéfique ce jour-là que ceux qui se présentent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur limpide. Et Cheikh a fait une prière que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre cœur soit limpide et que nous nous représentons envers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain et limpide et propre. Je voulais juste comme ça